مشاهدينا ومشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ولوحة شرف. لوحة شرف اليوم نرسم فيها خطوط عريضة للشاعر والناقد الأدبي رفعت عبد الوهاب المصطفي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين في كل مكان. كل سنة وأنتم طيبة ومصر كلها بخير وفي أمن وسلام. بألف صحة وسلامة. الشاعر والناقد رفعت عبد الوهاب المصطفي، رحلة طويلة مديدة بإذن الله من الأشعار والأعمال الأدبية والنقد الأدبي والإشراف على إخراج كوادر شابة جديدة في مجال الشعر والنثر. لو بدأنا الرحلة من أين نبدأها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رحلة المبدع دائما تبدأ في سن مبكرة. لابد أن تبدو الإرهاصات الإبداعية على المبدع في سنوات مبكرة من عمره، وهذا ما حدث مع رفعت المصطفي. منذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كانت هناك بواتير إبداعية توشي بأن هناك شاعر سيولد في مرحلة ما اسمه رفعت المصطفي. صحيح هناك اختلاف في التجارب الإبداعية من مرحلة إلى أخرى حسب النضج الفني والنضج اللغوي، لكن بصورة أو بأخرى كانت هناك نقاط إبداعية مهمة تؤكد وجود شاعر زي ما قلت لحضرتك اسمه رفعت المصطفي. إذا البداية مبكرة واستمرت طبعا حوالي 4 عقود الآن، ونرجو من الله العمر المديد ينفعلك في عمرك وفي أعمالك بما شئت الله. أستاذ رفعت، البداية الأولى دايما بيبقى ليها يعني دوافع أو مسببات أو مؤثرات، سواء بيئية أو مؤثرات ثقافية كانت محيطة بحضرتك، أمثلة ونماذج اتمثلت بيها أو تقربت ليها وكانت سبب في ظهور الموهبة عند حضرتك. يا ترى الكلام ده حقيقي ولا لا؟ ده صحيح بشكل كبير. هي المؤثرات في المراحل الأولى من حياتي كانت مؤثرات مناسباتية إن صح التعبير. يعني كنت أجد نفسي في مثلا في عيد الأم أجد نفسي أكتب شعرا عن الأم، في عيد الأضحى أكتب شعرا عن عيد الأضحى، في كافة المناسبات حتى المناسبات الرياضية كنت أكتب فيها شعرا. يختلف هذا الشعر في مستواه كما قدمت، لكن كان يؤكد وجود شاعر ما. المؤثرات الأخرى أو نستطيع أن نقول المؤثرات التي ساعدت في نمو التجربة الإبداعية كانت كتاب القرية، شيء بعيد تماما عن مجال الإبداع، لكن كتاب القرية الذي تعلمت فيه القرآن الكريم في مرحلة مبكرة جدا ساعدني كثيرا على إتقان اللغة العربية، وساعدني كثيرا على قراءة عيون الشعر العربي في وقت مبكر، وساعدني كثيرا على إحكام مخارج الألفاظ العربية، مما أعطاني دفعات قوية في سن مبكرة للسيطرة على التجربة الإبداعية التي تكمن بداخلي. كل هذه المؤثرات بدأت وتبلورت، ثم انطلقت بعد ذلك في المرحلة الجامعية بدراسة الأوزان الشعرية بلا شك، والاطلاع على عيون الشعر العربي. دي دراسات حرة بعيدة عن الدراسات الأكاديمية الخاصة بحضرتك، لأن حضرتك تخصصك محاسبي يتناقض أو يبتعد كثيرا أو قليلا عن مجال الشعر والأدب. يبتعد كثيرا. لو خلطنا بين المحاسبة والشعر لأفسدنا الاثنين معا. لكن عموما كانت دراسات حرة كما تقولين، لأن حبي للشعر جعلني أتحسس الخطوات الصحيحة لكي أتقن هذا الفن ولكي أؤكد وأسقط هذه الموهبة. فقرأت أوزان الشعر العربي قراءة جيدة، وقرأت عيون الشعر العربي، وبدأت أكتب بعدما قرأت، وبدأت أصحح ما كتبت وفق ما قرأت. فطبعا كان هناك تقدم مرضي تماما. وأساتذتي في الجامعة أساتذة اللغة العربية والنقاد الكبار من الشعراء ومن الأدباء اطلعوا على تجربتي في مراحل مهمة في حياتي وأثنوا عليها وأعطوني دفعات حقيقة، دفعات قوية حقيقة في هذا المجال. وأذكر منهم على سبيل المثال الشاعر الكبير إبراهيم صبري، الشاعر الكبير إبراهيم عيسى، الشاعر والناقد الكبير
المرحوم أيضا عبد المنعم عواد يوسف، وكثيرين الحقيقة حتى لا نستطيع أن نذكر حقهم في هذا المجلس. متى توثق الشاعر والناقد الأدبي رفعت المصطفي من أن طريقه أو طريقه هو الشعر، وأن المجال مفتوح أمامه، أصبح النقد المقدم ليك يتسم بالإيجابية أكثر منه نقد تعليمي وتوجيهي؟ نعم. نعم، عندما أصدرت ديواني الأول على نفقتي الخاصة كان ذلك 1981، جمعت مجموعة مما كتبته من قصائد بالشعر العاميا والشعر الفصحى والشعر العامي، وأصدرتها في ديوان بعنوان اذكريني. في هذه المرحلة لم أكن أعلم شيئا عن الأوزان الشعرية وعن مقومات الشعر، ولكن ما كتبت في هذا الديوان كان بالفطرة وبالسليقة. لكن بشهادة النقاد بعد ذلك أجمعوا على أن ما يقرب من 60-70% مما وجد في هذا الكتاب البسيط البدائي والمتواضع جدا فنيا ولغويا كانت تحمل مقومات الشعر الحقيقي من لغة ومن موسيقى. وكما قدمت بعد صدور هذا الديوان مباشرة وبعد اطلاع النقاد على هذا الكتاب ونصائحهم لي بأن أعزز علاقتي مع الأوزان الشعرية وأن أتقن وأجيد أيضا علاقتي مع اللغة العربية الفصحى، بدأت فعلا أنفذ ما قالوه لي بالحرف الواحد. فكان الديوان الثاني قراءة في كتاب الفطرة يمثل نقلة نوعية فنيا ولغويا لتجربة رفعت المصطفي. ومنذ هذا الديوان أستطيع أن أؤكد أنني بدأت أشعر بأن رفعت المصطفي الشاعر الذي كنت أبحث عنه وأنا صغير قد تحقق بالفعل. منذ ميلاد قراءة في كتاب الفطرة كان ميلاد رفعت المصطفي شاعر. الإصدارات معيار من معايير نجاح الشاعر وثقته في نفسه، لأنه بيبقى مستعد أن يفتح نفسه أمام الجميع، سواء يكون هذا الإصدار محمود من البعض ومذموم من البعض، ينتقد بصورة سلبية أو إيجابية من الآخرين، مستعد أن أنا أفتح نفسي كشاعر على الجميع. هذا معيار من معايير النجاح. ماذا عن استخدام هذه الأشعار في الأعمال الغنائية، في الأعمال الدرامية؟ أليست أيضا معيار من معايير النجاح؟ لا، هي الإصدارات كما قدمت فعلا معيار من معايير إشباع الذات لدى الفنان ولدى المبدع بشكل عام. كل فنان وكل مبدع يتمنى أن ينشر ما يبدعه على المتلقين لكي يعلم نتيجة هذا التعرض لهذه الإبداعات نقدا سلبا كانت أو إيجابا. أما بالنسبة للسؤال الشعر الغنائي، هناك فرق بين شاعر الديوان إن صح التعبير والشاعر الغنائي، وهناك فرق أزعم أن هناك فرق ما برضو فروق معينة بين الشعر الغنائي وبين الشعر الفصيح أو الشعر المكتوب بغرض نشره في ديوان. لكن قد تتعدد إبداعات الشاعر في كافة المجالات. يعني قد يكتب البعض في الفصحى، وقد يكتب البعض النثر، وقد يختص البعض بالشعر الجنائي، ولكن هناك من يتنوع في الكتابة فيما بين هذا وذاك. هناك من يتعمدون الكتابة للغناء وهم معروفون شعراء غنائيون أمثال حسين السيد رحمة الله عليه وعبد الوهاب محمد. هؤلاء الشعراء يقال عنهم الشاعر الغنائي فلان. لكن بالنسبة لشعراء الديوان الذي أنتمي أنا إليه، يمكن لفنان ما أن يطلع مسابقة على ديوان من دواويني ويجد فيه نص معين يمكن أن يغني، وهذا ما حدث معي في عدة خصوص، وكانت بالصدفة البحتة. لم أسعى لغنائه ولم أسعى للوصول إلى الفنان الفلاني لكي يغني، لكن هناك بعض النماذج التي تم إخراجها فنيا أو موسيقيا بطريق الصدفة، وهي في معظمها كانت قصائد دينية وقصائد للأطفال، وتم إنتاجها في شرائط كاسيت، وتم إنتاجها في بعض المحطات الفضائية. أذكر كان هناك في المرية قناة تسمى قناة المناجاة، وهي قناة دينية. الحقيقة عملوا برضه ليا نص غنائي كان عن الحج،
هناك بعض الفنانين الشعبيين أيضا يعثروا على ما أكتب مصادفة ويتم تلحينه وغناؤه، لكن ليس بدافع مني ولا سعيا مني، ولكن بالصدفة. ولكن لا يزال معيارا للنجاح. طبعا القصيدة القصيدة هي رسالة، ورسالة بين مرسل ومستقبل. إذا أحسن المرسل رسالته تصل بعدة طرق إلى المستقبل، تصل بالقراءة، وتصل بالغناء، وتصل ربما بالتمثيل أحيانا في الأعمال المسرحية. إذا هناك وسائل عدة لإيصال الرسالة الإبداعية للمتلقي. أظن أنني حتى الآن قد أوصلتها قراءة، وبعض قصائدي القليلة جدا قد وصلت مغناة، وأرجو أن يكون هناك منافس أن يصل الآن إلى مشاهدينا إلقاء من حضرتك. لو في أحد النماذج من أشعار حضرتك ممكن حضرتك تلقيها. صمتك آلاف الأميال لأنهار فصحى، أفدنة تعابير لحقول وسهول وروادي. صمتك مزرعة لقصيد لا يفنى، صمتك نافذة للبوح ورائعة للشدو الأسمى. صمتك أسمعه، أقرأه، أكتبه، أعرف كيف أموسقه. صمتك حرف لا يدركه غيري، يغمرني بتفاصيل كتاب الدنيا، خفقات من أزمنة الوجع الأولى. صمتك يصفر من أوراقي، من أقلامي، من كل دواويني، ويناديني كي أقرأ أشهى الشعر وأسمع موسيقى الأحلام وأنظر أروع لوحات الدنيا. شاعر وناقد الأدبي رفعت عبد الوهاب المرقفي، حضرتك شاركت بالعضوية في الكثير من الجمعيات الأدبية واتحاد كتاب مصر ورابطة الأدب الإسلامي. كل دي نشاطات فاعلة في مجال الشعر والأدب. بتشارك بصورة إيجابية، مشاركة إبداعية ومشاركة تعليمية ومشاركة توجيهية في المجال. نسمع عن تجربة حضرتك في هذا المجال. تجربتي في هذا المجال أستطيع أن ألخصها في ما أطلقت عليه صالون رفعت المرصفي الثقافي. حقيقة هذا الصالون أنشئ في قريتي، أو أنشأته في بيتي في مصطفى مركز بنها محافظة القليوبية، ومنذ أن تم إنشاء هذا الصالون في يناير 2003 وهو يعتبر مزار بكل شعراء ومثقفي قرية مصطفى والقرى المجاورة له. وأعقد في هذا الصالون أمسية شعرية شهرية أصطحب فيها معي من القاهرة رموز الشعر والفن والأدب لكي يتعرفوا عن قرب عن التجربة الإبداعية لهذه القرية الطيبة وهذه القرى المجاورة. من خلال هذا الصالون أيضا أنشأت ما يسمى بالسلسلة المطبوعة لهذا الصالون. حقيقة نشرنا فيها حتى الآن ما يزيد عن 100 كتاب بين الشعر توثيق للمتفاعلين في هذا الصالون. نعم، إلى حد ما. أنا أردت أن ألخص الفكرة التي بنيت عليها السؤال من خلال هذا الصالون. المشاركة الفاعلة في هذا الصالون من رفعت المرصفي أو من رواد هذا الصالون أو من محبي هذا الصالون تمت من خلال وجودهم معنا في هذا الصالون. كما قدمت أصدرنا أكثر من 100 كتاب بين الشعر والقصة والنقد وأدب الحرب. حقيقة لا يعني تسعفني الذاكرة بالمئة اسم، لكن أستطيع أن أعدد منهم مثلا الشاعرة الكبيرة الآن مريم توفيق أصدرنا لها كتابا، والباحث والناطق إبراهيم خليل إبراهيم، الشاعر أحمد عبد أورا. حقيقة أسماء متعددة كنت أود أن تسعفني الذاكرة بهم الآن أمام الميكروفون. إذا الصالون يعتبر هو بؤرة الإضاءة التي نتجمع حولها جميعا كمرصفيين في القرية وكشعراء ومثقفين في الفكر المصري على امتداد. يأتينا شعراء بؤرة مصدرة وليست بؤرة
يعني تكتنز في مجالها فقط، لكنها تصدر أيضا للشعراء والنقاد اللي بتهتم بوجودهم معها. أشكرك يا فندم، وأزعم أنني أقدم بعض ما يجب عليها أن أقدم، ما يجب علي أن أقدمه نحو الأجيال الأدبية القادمة من خلال هذا الصالون. ده أستثمر قدراتي المتواضعة في الشعر وفي النقد في توجيه هذه الأجيال وفي تقديم الدراسات الأدبية والنقدية عن أعمالهم في حدود ما تتيح به قدراتي وإمكانياتي، وأرجو أن أكون قد أصبت في هذا المجال. أتاحت قدراتك يعني نتائج جميلة، وكفاية يعني سبحان الله تقدير حضرتك لوجودهم ومساعدتهم. الحقيقة ان في الكتاب الخاص بالمؤتمر السابع لمؤتمر اليوم الواحد ذكر في مقدمة على لسان الأستاذ محمد عبد الحافظ ناصر مدير عام ثقافة القليوبية ما نصه أن ما يميز المصطفي أنه أديب يملك خاصية الشمولية والتنوع، كما أنه يملك محبة الآخرين ومساعدتهم من خلال صالونه الثقافي. بالتالي ده أكبر توثيق لدور حضرتك البناء والجميل في مجتمعك وفئتك من خلال موهبتك الجميلة اللي يعني استخدمتها أمثل استخدام واستفدت بيها واستفاد بيها اللي حولك كمان أكبر استفادة. صحيح أستاذ رفعت، الشاعر والناقد الأدبي هو مرآة تعكس أحوال نفسه ومشاعره وعواطفه بيئته ومجتمعه. حضرتك ابداعاتك الفنية عاطفية ومتنوعة في مجالات عدة، وليك من الشعر ما يرسم لثورة 25 من يناير وبالتحديد لميدان التحرير وما حدث فيه. اسمح لي حضرتك ان انا اقرأ بعض النماذج او السطور من يا ميدان التحرير. سجل يا ميدان التحرير: إني ثوري من غرسة هذا الجيل، ميلادي في 25 من صدر العام 11 مع 2000. سجل يا ميدان التحرير: مهما نحيا سنموت جميعا، وستبقى أنت الشاهد فينا، وستبقى أرواح الشهداء تجرد فوق روابيك. يا ميدانا ألقينا فيه الأحزان الأحمال، وحملنا هم الوطن الساكن فينا حلما ويقينا وسؤال. يا ميدانا بعثت فيه رجال طافوا حول رحابك فوق رحابك، صالوا جالوا لم يرتاعوا أو ينصاعوا أبدا، حتى لو أتوهم أبرهة والأفيال. يا ميدان التحرير، هل حقا سيعود المسلوب إلينا؟ هل حقا ستمن الأقدار علينا؟ هل حقا سيكون الزلزال؟ تساؤلات جميلة بتدور في عقول ونفوس وعواطف كل الشباب المصري. يا ترى وجدت عليها إجابة ولا لسه؟ نعم، هو هذه القصيدة كتبتها في الأيام الأولى للثورة من خلال تواجدنا في ميدان التحرير، ولذلك كل الأسئلة التي تحققت الآن كانت في ذلك الوقت أو وقت أن كتبت هذه القصيدة كانت ما زالت أسئلة بكر تبحث عن إجابات، لكن بطبيعة الحال تحققت هذه الاستفهامات. هل حقا سيعود المسلوب إلينا؟ نعم، قد عاد المسلوب إلينا، قد عادت إلينا الحرية، عادت إلينا الكرامة، عادت إلينا الإنسانية في مضمونها المطلق وفي تعبيرها المطلق. هل حقا ستمن الأقدار علينا؟ يجب أن نناصر دور القدر في مساندة هذه الثورة. نعم، قد ساندنا القدر، ولم يكن منا أحد يحلم قبل 25 يناير فإن يحدث ما حدث. إذا هناك دفعة من القدر استجابت لنبض هذا الشعب واستجابت لإحساس وذوق هذا الشعب للحرية، وكما يقول أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، وها هو يستجيب لنا القدر.
إذا فقد منت الأقدار علينا. هل حقا سيكون زلزال؟ قد كان الزلزال، وقد ذهب هذا الاستبداد إلى غير رجعة، وأشرقت أضواء الحرية على هذا الوطن الذي يستحق أن يحيا حرا بإذن الله. قد يقول البعض أن الشعر مجرد تعبير على عن مكنونات الشاعر، لن يخرج عن كونه مجرد تجربة شعرية للشاعر بدأت وانتهت، وعبر عنها بصورة علنية أو بصورة شفهية أو بصورة مكتوبة، ولكن لا تجد أبطأها داخل المجتمع. الكلام ده حقيقي، ولا الشعر ممكن يبقى ليه دور فعال وإيجابي في تغيير المجتمع والبيئة وتغيير توجهات الشباب نحو حب الوطن، نحو الأمثلة الجميلة اللي ممكن يضعها الشباب أمامه ويتمثل؟ نعم، أعتقد أن أبسط دليل على قدرة الحرف على الخلود وعلى الصمود أنني قد أتيت ببيت الشعر لأبي القاسم الشاب الآن، وأنا شاعر، وأعبر عن لحظة شاعرة ولحظة عامرة لهذا الوطن. إذا الحرف الشعري له من الخلود ما يجعله يحيا مدى الحياة، أو يحيا قوة والتأثير، ومن القوة والتأثير. حضرتك هذه القصيدة حركت ثورات وحركت شعوب، وهي الآن ما زالت تفعل وتؤدي دور الفاعل في ثورة 25 يناير، وقد استشهدت بها شاعرا إلى جانب ما كتبته من شعر. أما عن سؤال أن الشعر عبارة عن مكنونات داخلية للشعر، كده مكنونات داخلية للشاعر يعبر بها، قد يقال ذلك أحيانا. هي فعلا كذلك، هي تعبيرات داخلية، لكن الشاعر هو من هذا المجتمع، هو ابن هذا الوطن. حينما يستشعر أحداث بداخله، إنما هذه الأحداث أتت مما يحدث ويدور في هذا المجتمع. قصيدة ميدان التحرير التي كتبها رفعت المرصفي. رفعت المرصفي مواطن مصري عاش تجربة الثورة وشارك في الثورة سلبا كان أو إيجابا، شارك في الميدان أو من خارج الميدان، تأثر كمواطن مصري، ثم استخدم فنه في التعبير عن هذه الثورة، فكان ميلاد قصيدة يا ميدان التحرير. إذا الشعر مكنونات فنية تصدر من المبدع، لكن الشعر هو مرآة لهذا المجتمع، والشعر أحد أفراد هذا المجتمع، يترجم أحاسيس المجتمع من فرح ومن حزن، من ثورات ومن خمول، من كل المشاعر الوجدانية التي تعتري المجتمع. لابد أن تمر على وجدانات الشعر، لأنه جزء ومكونة أساسية من مكونات هذا المجتمع. أستاذ رفعت عبد الوهاب المصطفي، حضرتك ليك دور فاعل، قد نطلق عليه دور أكاديمي في التوجيه في مجال الشعر والنقد. لما بيعرض عليك مجموعة من الشباب المحب للشعر، الكاتب له والمعبر عنه بإبداعات قد تكون يعني تقييمها بيعود لحضرتك، معايير تقييمك لأي حد قد يخرج الشعر أمام حضرتك بتكون إيه؟ أنت بتقول ده هيبقى شاعر ناجح، أنت بتقول إن كلامه يعني إيه معايير نجاحه بالنسبة لحضرتك؟ بالنسبة للشاعر المبتدئ تماما، لو وجدت في قصيدته أو في ما يعرضه علي من شعر، لو كانت القصيدة مكونة من 30 سطرا مثلا أو 30 سطرا، ووجدت فيها سطرين فقط فيهما ماء الشعر، أدفعه إلى الأمام وأشجعه وأقول له سوف تكون شاعرا بإذن الله. لو أن ماء الشعر يسري في بيتين فقط من أشعار، لأنه حقيقة المبدع الذي يكتب سطرا أو سطرين قادر على أن يكتب قصيدة، وستأتي هذه القصيدة مكتملة بعد أن ينضج قلمه وأن ينضج فكره وأن يسيطر على أدواته الفنية لغة وعروضا وممارسة حياتية. إذا الأصعب والأهم أن تكون الموهبة موجودة، بداية الموهبة. بعد ذلك حينما يأتيني شاعر مثلا في ديوانه الثاني، ما غفرته للشاعر في ديوانه الأول لا أغفره في ديوانه الثاني،
قد غفرته في ديوانه الأول لكي أدفعه إلى الأمام. قد سلطت الضوء على إيجابياته وأغفلت الطرف عن سلبياته، لكن في ديوانه الثاني أركز على سلبياته، لأنني اطمأننت إليه أنه أصبح شاعرا، وأنه لو قصرت عليه قليلا لن ينسحب من عالم الشعر، وقد أصبح شاعرا بالفعل. هذه هي المعايير الأساسية في الرؤية النقدية لرفعت المستوى. أنا لست ناقدا أكاديميا كما ذكرت، أنا يعني ولكن دورك الفاعل والتطبيقي والموجود في في المجتمع والبيئة اللي حضرتك عايش فيه، ده يدي لحضرتك الصفة دي، وبالعكس موجودة واحنا بنؤكدها، لان ممكن اي انسان يبدع شعرا، انما انه يهتم بايجاد غيره من الشعراء دي صفة مش موجودة في الكثيرين، وبنشكر حضرتك عليها. مقولة اخرى لدكتور حسن فتحي الباب الشاعر والناقد في الكتاب الخاص بالمؤتمر اليوم الواحد، ذكر ان اعظم شعراء الثورة والمقاومة هم ارق شعراء الحب ايضا، مثل فاطمة حكمت وبابلو نيرودا والشاعرين الفرنسيين بول إلوار ولوي أرجون. ويحدو شاعرنا رفعت المرتقي حدوهم فيجيد في قصائد الحب كما يجيد في قصائد المقاومة. الحقيقة يعني مقولة تصح كثيرا ولا تبعد كثيرا عن الواقع اللي حضرتك عايشناه في أعمالك وفي إبداعاتك وتفاعلاتك المجتمعية. لو حبينا نستعرض سريعا إبداعاتك أولادك، لو حبينا نلقي الضوء سريعا على دواوينك الشعرية، ممكن نذكرها ونقول ايه؟ هو كما قدمت سكوريني كان 82، ثم قراءة الموجود، ثم قراءة في كتاب الفطرة، ثم بعد ذلك حروف على صفحة القلب، كلها أسامي معبرة الحقيقة يا أستاذ رفعت. ثم دماء على جدران التاريخ، ويهتم بالهم القومي العربي والإسلامي. نعم. ثم ديوان في معية الله، وهو من الشعر الصوفي الرائق والصافي الذي استطعت أن أستشفه من خلال حياتي في القرية في الطفولة. استطعت أن أختزن طبعا القصيدة دايما بيحبوها أوي في القرية، في مصر لما بروح البلد يقولوا لي سمعنا قصيدة الله. قلبي يطيب إذا ذكرت الله، والنفس تسبح في السنة فتراه، والروح تسمو توبة وضراعة، وتحن كل جوارحي لضياه. عجبا لقوم ينكرون وجوده، سبحانه غمر الوجود سناه. قلبي يطيب إذا نطقت الله، وتذوب نفسي تشتهي لقياه. ألق الحروف على الفؤاد يهزه، هز المحب إذا الحبيب دعاه. الله تجري باللسان حروفها، فتشع نورا في المدى وصلاه. الله ألف تشق الكون في إشراقها، وتفيض طرحا في الورى مسراه. الله لام تعم الدهر من نفحاتها، وتبث في قلب الجمال حياة. الله لام تمس الخلق من أسرارها، وسل الوجود من الذي يرعاه. الله تطلق في البرايا قفشة، فتمكن المظلوم من شكواه. الله تطلق في الحنايا سرها، فتخفف المحزون من بلواه. الله تشرق في العروق، فتستحي منها العروق وتهتدي بالله. الله رباه غوثا من زمان مغفر، تاهت على درب الوجود خطاه. أدنى قلوب المؤمنين نكاية، غطت دماء المخلصين تراه. رباه لسنا معرضين، وإنما نرجو
صمود لكل ما نلقاه، نرجو الصمود لكل ما نلقاه. معنا يا الله. الأستاذ رفعت عبد الوهاب المصطفي، الكاتب والشاعر والناقد الفني، شرفنا بوجود حضرتك معنا النهارده، ونرجو أن نكون رسمنا لوحة فيها جميع تفاصيل نجاحاتك وإبداعاتك ومشاركاتك المجتمعية البناءة في مجال الشعر. يا فندم أنا اللي ليا الشرف وكتر خيركم، وأنتوا رسمتوا وبالعكس أنتوا أثنتوا علينا كتير قوي، فتحتوا لنا صدوركم ومساحاتكم وشاشتكم. أشكركم جدا وكل سنة وأنتم طيبين. مشاهدينا مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، كنا معا ولوحة شرف. شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.